في بداية قصتنا بنتعرف على ريكو، وده ولد عنده 5 سنين فرفوش كده وبيحب يعمل مقالب في صحابه الشياطين، لحد ما في يوم من الايام بيعاملوه معاملة وحشة جدا في المدرسة بسبب جده الرائد القوي. ومن بعدها وريكو بيكتئب وبيفضل لوحده، بس اللي ما يعرفوش هو انه بعدها هيطلق قدراته الحقيقية وهيبقى هو الرائد بتاع 10,000 شيطان. بس حاليا هو ولد غلبان وعبيط وبيبقى الوريث الثالث لمستعمرة ياوكاي اللي معروفة باسم مستعمرة نيورا. بس في يوم بيشوف بنت صغيرة شعرها اسود بتضرب باباه بالسيف، وبعدها بتبص لريكو وبتبتسم له ابتسامة مرعبة. وقبل ما رهن يموت بيبص الورد يا مابوكي، واللي ما فيهوش اي نوع من انواع الفاكهة، ما فيهوش غير ورد وبس. وبعد 3 سنين ريكو بيبقى هو الزعيم الصغير بتاع بيت نيورا، وبنلاقيه ولد فرفوش وبيحب دايما يعمل مقالب في المساعدين، بس طبعا ما بيقدرش يعمل كده مع الرائد الكبير جده. وبنعرف ان من ضمن الشخصيات المهمة اللي في القصر هما اوتابو وكيوتابو، واللي بيبقوا في مقام الضباط في المستعمرة دي. وبعد كده بنتعرف على ايكاوا، البنت الصغيرة اللي بتوصل ريكو المدرسة وهي متنكرة في شكل بني ادمة. وفي يوم بيسأل جده نيوريهين لو يقدر ياخد اللقب بتاعه بما انه الوريث الثالث، وجده بيقول له يستنى لحد ما يتدرب اكتر ويبقى زي الياكاي. فريكو بيوعده انه هيبقى قائد ياكاي عظيم زيه. وهو في المدرسة ريكو بيتكلم عن جده وبيقول انه القائد العظيم لمستعمرة ياكاي، بس ما كانش يعرف ان جده معروف بانه كان بيدخل بيوت الناس وياكل منها ويعمل لهم مشاكل، وعشان كده الاطفال بيبعدوا عنه عشان كلهم واخدين فكرة غلط عن جد ريكو بسبب القصة اللي الناس مألفينها من زمان. وبعدها بنلاقي جده مخليه يحضر اجتماع مجلس الياكاي واللي بيكون فيه عدد كبير من الاعضاء المهمين، وريكو بيتحمس جدا لما بيشوف الشخصيات دي. وبنعرف ان الغرض من الاجتماع ده هو انهم يختاروا الوريث الثالث والقائد الجديد. فاللورد جاجوس بيحط اسمه من ضمن المرشحين لانه شايف ان مفيش حد غيره يقدر يتفوق على شره. وبنعرف ان هو اللي خطف كل الاطفال اللي اختفوا طول السنة، وهو اللي كان مسؤول عن اللي حصل لهم، ودي اول مرة ريكو يسمع فيها عن الحاجات دي. ووقتها المجلس بيحيي جاجوس على اللي عمله وبيعتبروه اجمد الجامدين، وريكو بيتصدم من ده. بس رغم كل ده الجد بيعلن ان جاجوس مش الشخص المناسب للمنصب، وبكده جد ريكو بيحطه هو في منصب الوريث الثالث. وقتها الكل بيعترض وبيقولوا انه لسه طفل، وجاجوس كمان بيتغاظ لما بيعرف انهم اختاروا عيل صغير بداله. وكل ده وريكو بيكون قاعد ساكت، فجده بيسأله هو ليه حزين في وقت ما المفروض يكون فرحان، خصوصا ان ده اللي كان عايزه. وجده كمان كان عايز نفس الحاجة. وال73 مجموعة بتاعت مستعمرة نيورا عملت 10,000 فرد من الياكاي، ودول اللي ريكو هيحكمهم. بس ريكو ما بيبقاش عنده فكرة ان الياكاي اشرار للدرجة دي، وبعد ما بيعرف ده بيقول انه مش عايز يمسك المنصب. فبيقول لجده ان كده زمايله هيكرهوه اكتر في المدرسة وانه مش شبهه في اي حاجة، وبيخرج من الاجتماع جري وهو منهار. وفي يوم ريكو بيتأخر على اتوبيس المدرسة، فكوراسو تانجو بيروح له وبيرجعه القصر، وبنعرف انه يبقى واحد من مستشارين نن وتابع وافي جدا للمستعمرة. وفي الطريق ريكو بيسأله اذا كان بشري، فبيقول له انه عنده ام وجدة بس واخد من دم القائد. وريكو بيزعل لما بيسمع ده. وبعد ما بيرجع القصر بيعرف من الاخبار ان في انهيار ارضي حصل ونزل على النفق وجواه اتوبيس، والاتوبيس ده هو نفس الاتوبيس اللي فيه اصحاب ريكو، ولحد دلوقتي محدش عارف ينقذهم. فريكو بيقرر يتصرف هو، بس واحد من المستعمرة بيحذره ان مساعدة البشر ضد طبيعتهم، فده بيخلي ريكو يتغاظ اكتر. فبنلاقي دخان ابيض ظهر حواليه، صوته كمان بيبدأ يتغير وشعره بيطول وبيبقى لونه ابيض، ودي اول مرة تحصل. فالكل بيتصدموا وبيكون عارف ان محدش هيسمعه طول ما هو بشري، بس هيقدر يحكمهم كلهم وهو شيطان زيهم. ووقتها دم الياكاي اللي وارثه من جده بيسخن، وبكده بيقدر يحكم هو كل الشياطين. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف جاجوس والجيش بتاعه وهو بيستعد عشان يقتل الاطفال، والاطفال كمان بيكونوا شايفين الياكاي وبيترعبوا من الخوف. ولما جاجوس بيقرب من الاتوبيس ريكو بيجي وبيهاجمه بالسيف، وجاجوس ما بيكونش مصدق انه بيتضرب من عيل مع ان الكل بيخاف منه. فريكو بيقول له انه مش هيسمح لحد من المستعمرة انه يستقوى على الناس الضعيفة، وبيعلن انه وافق على منصب الوريث الثالث وهيقودهم كلهم. وبيبعت رسالة لكل الياكاي اللي في العالم بيعرفهم انه بقى دلوقتي الحاكم الجديد. ولما جاجوس بيعترض برضه ريكو بيقتله قدام الكل. وقتها دراما، وده عضو من اعضاء مجلس المستعمرة وواحد من المستشارين بيشوف ده وبيفهم المعنى الحقيقي لحاكم الظلام، وبيستنتج ان ده ما جاش من فراغ، وان الشخص ده حتى لو بشري فهو ممكن يوصل لمرحلة تخليه يتحول 180 درجة. وفي الوقت ده الاطفال اللي في الاتوبيس بيبقوا مرعوبين، بس بيعرفوا ان الشخص اللي قدامهم
منهم ده يبقى ريكو. وقتها ريكو بيقع من طوله وبيرجع لشكله الطبيعي كبشري في لحظة. وبعد 4 سنين بيسألوا القائد هو ناوي يرجع لمنصبه امتى، بس هو بيكون مقتنع ان مفيش حد هيقدر يقود ال10,000 شيطان زي حفيده. بس المجلس ما بيكونش عاجبه الوضع ده، لانهم كل اللي شافوه لحد دلوقتي هو انه بين شكله الشيطاني مرة واحدة بس في خلال 4 سنين. بس واحد من اعضاء المجلس اسمه جوكي بيقول ان المشكلة الحقيقية هي ان الشيطان يخبي حقيقته، وانه يوم ما يكون ليه الحكم المطلق عليهم وقتها المستعمرة دي هتتدمر. وفي يوم زين بيجي يزور ريكو، وبنعرف انه طائر سام متخصص في صناعة الادوية، وكان صديق طفولته ويعتبر اخوه، بس بقاله فترة ما كانش على تواصل. وجا دلوقتي يقابل الحاكم الثالث، فجوكي بيقول له انه لسه ما مسكش المنصب، وكل ما حد يفتح الموضوع مع ريكو بيتضايق. واول ما ريكو بيرجع من المدرسة بيشوف زين وبيفرح جدا، وزين بيعتذر له عشان ما حضرش الاجتماعات. بس ريكو بيقول له انه ما فاتوش كتير، لانها عبارة عن احداث بيتجمع فيها الشياطين العواجيز. بس زين بيقول له ما يتكلمش كده، لانه المفروض هيبقى حاكم كل الشياطين. وقتها ريكو بيقول له انه ما قدرش ياخد المنصب لانه لسه بشري. بس ده بيعصب زين جامد، وبيقعد يزعق لريكو على غبائه، وبيقول له انه لو فضل يتعامل بالاسلوب ده القادة كده هيحتاروا بخصوص منصب الحاكم وهيتصرفوا من ظهره. فريكو بيقول له برضه انه هيكون غريب قوي لو في بني ادم اخد هو المنصب. فزين بيجيب اخره من المعتوه ده عشان مش ناوي يعيش حياته عشان واحد اهبل زي ده. ومن كتر العصبية زين بيتعب وبيبدأ يكح. بعدها ريكو بيتضايق من جده عشان خلى زين يجي كل المسافة دي وهو تعبان. فجده بيقول له انه طالما شايف ان دي حاجة غلط فده معناه انه مش مناسب للمنصب. في الوقت ده هيبيديو التعبان العظيم بياخد زين بعيد بسبب صحته اللي كل مادة بتسوء دي، وبيطلب منه انه يسيب العيلة في حالها، وانهم كده كده هيقعوا بسبب غباء الولد الصغير ده. وزين بيبلغوا ان مجموعة زيني ادت قرض لعيلة نيورا، وبسبب اجسامهم الضعيفة الوحيد اللي حماهم وتقبلهم كشياطين محترمين هو نيورو رين. وعيلة نيورا كان عندهم وقتها داعمين كتير زي تحالف دراما ومجموعة زيني، ووقتها شياطين كتير من البحور والجبال اتجمعوا في اليابان عشان يحموا مسؤولية نيورا. وعشان كده زين مقتنع ان الحاكم الثالث هو اللي هيجيب اجل العيلة دي. فهيبيديو مش بيضيع وقت وبيبلغوا انهم هيحذفوا بيته كمان، وبيبقى خان زين. بس هيبيديو بيحس انه اتخان الاول، وده لان زين لو ظهر كشخصية مسيطرة وقتها هو هيمسك منصب احسن. بس زين دايما كان حاطط عيلة نيورا الاول، ولانه ما كانش جاهز يموت بالطريقة دي قرر انه ينفذ مهمته الاول. بس للاسف صحته مش بتساعده يعمل اي حاجة. وفجأة هيبيديو بيتحول لتعبان ضخم وبيهاجم زين، بس بيجي كوراسو يصد الهجوم ده. وبنكتشف ان ريكو جاي ينقذ زين بشكله الشيطاني، وبيطلع سمع كل حاجة اتقالت. فبيقول لهيبيديو انه لو كان عنده ميزة واحدة بس من مميزات زين كان هيسيبه يعيش، وبيقوم قسمه نصين بضربة واحدة. ولان زين اول مرة يشوف ريكو بشكله الشيطاني ده بيسأله هو مين، فكوراسو بيقول له ان ده ريكو. وزين لما بيسمع ده بيتصدم، فريكو بيقول له انه بالمنظر ده هيقدر يمسك منصب الحاكم الثالث. بس كوراسو مش بيقتنع بده، لانه عارف ان اول ما النهار هيطلع ريكو هيرجع لطبيعته وينسى كل اللي حصل. وفي الاجتماع اللي بعده لما ريكو بيحضر، نيورو بيعلن ان سبب الاجتماع ده هو تقوية العيلة، وبيعلن ترشيح ريكو للمنصب. وبيفاجئ الكل لانه لحد دلوقتي كان واخد الموضوع واحدة واحدة، بس دلوقتي ريكو بقى جاهز يمسك المنصب. فريكو بيشكرهم كلهم على حضورهم الاجتماع، وبعدها بيعتذر عشان خد منهم المنصب ده، بس بيقول لهم ان ده كان قرار نيورو. فهيهاي واحد من اعضاء المجلس بيبلغ نيورو بالحادثة اللي حصلت في منطقة القط المتوحش، وهيهاي بيكون فاكر انها مجموعة تانية بتستهزأ بمجموعة كوسو، فما فيش داعي للقلق، وعارف انه هيشوف الموضوع ده. بس بعدها المستعمرة بتلاقي هيهاي وناين واعضاء تانيين ميتين في الغابة، وبيتصدموا لان الكل عارف قد ايه هيهاي قوي. وبعد كده ريكو وهو في المدرسة بيلمح كوراسو وهو طاير، وباين ان في حاجة شغلاه. ولما بيقابله بيقول له ان جده اختفى، بس المفروض ان نيورو بيختفي كل فترة اساسا، لكن اللي حصل لهيهاي ده مخليهم قلقانين. فريكو بيقول له انه هيشوف الموضوع ده، وهو واخدها جري من المدرسة بيخبط في ولد كده، والظاهر ان الولد ده واقف مستنيه. وبيطلع كمان عارف ريكو، وبيقول له انهم شبه بعض لانهم صغيرين وموهوبين. وبيقول لريكو انه مع انه كان عنده كل حاجة من البداية، بس دلوقتي هو ناوي ياخد منه كل حاجة، وبيوعده انه يجمع خوف اكتر منه. وريكو ما بيفهمش هو عايز يقول ايه ولا ايه اللي بيحصل. وفي الوقت ده كانا صاحبة ريكو بتبقى متاخده رهينة، وفي ولد اسمه إينوجامي بيضايقها، وبنلاحظ ان لسانه واطي زي لسان الكلاب. وقبل ما يعمل حاجة تانية الولد التاني بينادي عليه، ومرة واحدة وهما ماشيين بيلاقوا المهاجرين ال7 محاصرينهم، ودول قادة الشيكوكو ال88. وفي الاجتماع اللي بيتعمل
كامل في القصر بيتناقشوا في موضوع الفوضى اللي حاصله، وريكو بيكون عارف انهم المهاجرين السبعه اللي شافهم المره اللي فاتت، وبيشك انهم هم اللي قتلوا هيهاي والناس اللي معاه. والخطر الحقيقي كان ان البشر ما عندهمش فكره عن وجود الشياطين، بس بالمجموعه المطلوقه دي وعماله تقتل في الناس يمين وشمال. الوضع ده هيتغير قريب. وبعدها بيسالوا ريكو عن الخطوه الجايه، وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي الولد اللي قابل ريكو واخد المهاجرين السبعه وواقفين فوق مبنى بيتبني وبيتناقشوا في مخططاتهم، وبيكونوا وصلوا لمرحله ان احلامهم ممكن تتحول لواقع. وبعد اختفاء نيورو بعد معركته ضد موتشاي، شايفين ان دي اللحظه المناسبه عشان يضربوا فيها عيله نيورا، خصوصا ان في اشاعات كتير بتقول ان في مقاتلين اقوياء في العيله، والتاتشيجامي عشان معروفين بقوتهم الناس وثقت فيهم لحد ما التاتشيجامي بقوا سبب الدعم لعيله نيورا. والظاهر كده ان الولد ده هو القائد بتاعهم، فبنلاقيه بيقول لهم انهم ممكن يبداوا بانهم يدمروا التاتشيجامي، والخطه عباره عن انهم يدمروا في مدينه يوكو عشان يلفتوا انتباه اخصامهم. وانيوهو اللي على شكل طائر وطاقته على هيئه نار بيروح القريه هو كمان عشان يوري البشر هو شرير خطير قد ايه، وبيقعد يتفتف نار يمين وشمال ويخوف الناس. وقتها يورا المتخصصه في التشيكي جامي بتقف له وبتطفي النار اللي بيعملها وبتواجهه، بس السنجراسو اللي هم الغربان الثلاثه من عيله نيورا بييجوا في اللحظه المناسبه وبيخلوا انيوهو يهرب. وبعدها كانا بتبلغ ريكو باللي حصل وبتقول له ان باللي شافته ده بقت بتآمن بوجود الشياطين. وفي الناحيه التانيه بنلاقي الولد بيحيي المهاجرين على القلق اللي عملوه، وبعدين بيقول لهم ان المحطه الجايه هي بيت العدو واللي هو مقر عيله نيورا، والمره دي انوجامي بيكون هو المسؤول عن العمليه دي. وفي الوقت ده بنشوف مجموعه من اعضاء المجلس وهم بيتناقشوا في خططهم، وبنتعرف هنا على شاوي ابن هيهاي واللي بيكون متضايق من القاده عشان ما عملوش حاجه لحد دلوقتي، فبيبقى عايز ينتقم لباباه حتى لو هيقف ضد المجلس. ولان ريكو مش موجود هيتاتسو بيحاول يواسيه وبيكون مقدر موقفه، وكل ده ومحدش واخد باله ان انوجامي واقف قدام البيت وبدأ ينفذ خطته. بس كده هنكمل باقي الاحداث في الحلقه الجايه، استنونا.